الا قلت لكم ركزوا مزيان في هذه الصوره اللي معروضه امامكم حاليا وقولوا لي شنو تيبان لكم فيها. الاغلب فيكم غادي يمشيو يا اما العاب يا اما تماثيل، ولكن في الحقيقه هادو قرود بشريه. واللي شي مره جاب الله وسافرت لدوله اندونيسيا وبالضبط مدينه جاكرتا، كنصحك بشده انك ما تقربش لهذا الحي هذا اللي كاين في الجنوب ديال المدينه واللي الاسم ديالو سبينانغ بيس. بغض النظر على ان هذا الحي مليء بالازبال والقمامه والسكان عايشين فيه في حاله فقر بشعه وساكنين في أكواخ عشوائية، وعندهم نوع من وسائل الترفيه اللي غريب بزاف واللي هو واحد من العروض، وهذا العرض تسميوه القرود المقنعة، واللي تم الاختراع ديالو سنة 1980. والناس اللي شافوا الفيلم ديال بلينت اوف ذا ايبس غادي تجيهم شي حاجة مألوفة في هذا الموضوع. وقبل ما نبداو في سرد احداث القصة، الا كنتي انت ولا انت اول مرة كتسمع هذا الصوت ولا اول مرة كتشوف هذه القناة، ما تنساش تهبط لتحت وتشترك معنا في القناة وتفعل زر الجرس باش دائما تبقى توصل بالجديد، وما تنساش تخلي معك شي كومونتير زوين بحال. وخليونا دابا ندوزو نكملوا القصة. المهم في البداية الشباب ديال هذا الحي كانوا دائما ما تيخرجوا في رحلة صيد في الغابات المجاورة لاصطياد القرود، وماشي اي قرود، القرود الصغيرة اللي كتكون عاد دازت في مرحلة الولادة باش يعودوها على الحياة العبودية، ومن بعد كيجيبوا هاد الحيوانات الصغار للحي ديالهم اللي سموه حاليا قرية القرود المقنعة، ومن بعد كيوضعوهم في أقفاص حديدية ويقدروا يوضعوا 15 القرد من هاد القرود في قفص واحد داخل في واحد، وتيبقاو يقدموا لهم وجبات من طعام واحد اللي هو الرز الابيض. وهاد القرود الصغار تيبقاو عايشين على نوع واحد من الاكل اللي هو الرز الابيض كيف ما قلت لكم. وفي كل فتره ديال التدريب تيربطوا ليه يديه بزوجهم مورا ظهرو وتيجبروه باش ما يسندش عليهم ويبقى واقف بحالو بحال البشر، وكيتمشى بحال البشر وكياكل بحال البشر وكيتعامل بحال البشر. ومن بعد ما كيساليو الفتره ديال الدريساج القرد تيكون فهم مزيان كيفاش يتعامل وشنو خاصو يدير، ومن بعد هادشي كامل تيشدوهم وتيربطوهم بسلاسل حديديه حول الرقبه ديالهم وتيهبطوهم للمدينه وتيقدموهم للسياح، تيلبسوهم ملابس ديال الاطفال الصغار وبعض الاقنعه على وجوههم، وتامرهم باش انهم ينفذوا داكشي اللي علموهم بحال يسلموا على الناس ويرقصوا لهم ويمثلوا قدام الناس. طبعا هادشي كيديروه كوسيله باش انهم يدخلوا بها الفلوس، و40% من القرود ما كتستحملش الظروف ديال التدريب وكتموت، ومن بعد كياخذوهم وتيصايبوهم وجبات اكل للاخرين اللي مازالين عايشين. والنتيجه ان هاد القرود اللي كتكون بحال هاد العروض ولا كتكون عند بعض الاشخاص اللي تيخدموا بهم كتكون فيها الامراض بزاف وبعض الفيروسات اللي كتعادي بنادم، وهذا الشيء خلى السلطات تسمى انها تحاول تمنع هذه الممارسات بحال هادو ولكن فشلت. وهنا فين كاينه الصدمه الكبيره، حيت واحد الصحفي قرر انه يمشي لذاك الحي ويعمل لقاء مع واحد من الشباب اللي تيديروا هاد العروض، وبدا كيسولوا على الملابس اللي كيلبسوها القرود حيتاش كتبان غريبه شي شويه، وكيجاوبوا الشاب بكل بروده هذه ملابس ديال الاموات. ولان القريه فقيره جدا الملابس ديال الاحياء تيوليو يستخدموها اشخاص اخرين احياء، والدراري الصغار اللي كيموتوا تيبقاو محافظين على الملابس ديالهم وكيخافوا انهم يوليو يستعملوها مع اطفال اخرين. هادشي علاش الملابس اللي كيلبسوها القرود كتبان انها قديمه وغريبه بعض الشيء، والقرود كلها من بعد ما كتقضي سنوات في هاد العروض كتبدا تتصرف بغرابه وكتبدا تتواصل مع بعضياتها بنظرات اللي عجيبه، وكتبدا تتكلم باصوات اللي مختلفه على الاصوات المعتاده ديال القرود، وفي بعض الاحيان تيقوموا بشي حركات اللي غريبه في شي عرض من العروض، وهاد الحركات ما تيكونوش متدربين عليها. والقرود اللي كتكلم او كتصرف بهذا الشكل هذا اصحابها تيقتلوها. تنعتقد انها ما كاينش شي حاجه خايبه اكثر من هذا البلان هذا. وحتى لهنايا تنكونوا وصلنا للنهايه ديال هذه القصه، كنتمنى انكم تخليو لي الراي ديالكم في التعاليق. نتلاقاو في قصه جديده ان شاء الله.